في صفقة بتطبخ على نار هادية جزائرية وعودة مفاجأة للجفالي وناصر ماهر، واللي حصل مع زيزو تحويل رسمي لتحقيق جديد. أولا التونسي أحمد الجفالي رجع للتدريبات بعد ما خلص من إصابة مسق العضلة الخلفية، وشارك في كل الفقرات الفنية والبدنية، يعني بيجهز للرجوع الرسمي. وجوزيه بصيرو جمع اللعيبة قبل المران وقال لهم بالحرف التركيز فوق أي حاجة، ومعاه الجهاز الفني رفع الحمل البدني للعيبة وبدأ تنفيذ خطط تكتيكية. ناصر ماهر رجع بعد غياب وشارك عادي بعد ما اعتذر عن اللي حصل في ماتش مودرن سبورت، والتقسيمة شهدت مستواه في الفورمة. نخش على النار. الزمالك بيجهز لصفقة محتملة مع طيب مزياني جناح مولودية الجزائر، اللاعب على رادار النادي، والتقارير الفنية كلها بتقول الراجل ده ممكن يعوض زيزو. واللي بيأكد الكلام الزمالك استفسر عن عقده رسميا وبدأ يجهز مفاوضاته مع النادي والوكيل، بس لسه في أسماء تانية على الترابيزة بيتراجعوا بدقة. أما آخر تطورات زيزو نفسه، وجه لخطابات تحقيق رسمي من النادي بعد ما تغيب عن الجلسة السابقة، وده هيكون يوم 27 إبريل، ولو غاب تاني العقوبات جاهزة ومطابقة للوائح. في الختام، اللي جاي في الزمالك مش طبيعي. تابع وخليك أول واحد يعرف قبل ما السوشيال ميديا تشتغل.